أنا جاهز. تونس وبحرها عبارة عن مكان للراحة والاسترخاء، وشواطئها شيء ثاني. لكن ماذا لو قلت لك إني أبحث عن شيء يرفع نبضات قلبي لدرجة الجنون؟ مستعدين؟ تونس بلد الجمال والهدوء والبساطة، وشواطئها تجنن. وأنا كطالب في كلية الهندسة كل يومي حسابات وتصميم، فكنت أحتاج مكان مثل هذا يقضي الناس فيه أيامهم مع عوائلهم على البحر. جهزت المسبح الخاص حق ولدي آدم عشان أحميه من أشعة الشمس القوية اللي احنا فيها الحين، وأثبتها صح 5 مسامير عشان ما تطير من الهواء. وعبيتها ماي، طبعا من ماي البحر نفسه، مو مهالح مثل اللي عندنا في الخليج. صفاء البحر هنا وبساطة الحياة يجذبونك بطريقة غريبة. حتى آدم ما تردد إنه ينزل يسبح في البحر، مع العلم إن درجة حرارة هنا يعني حلوة. وأعلى درجة حرارة هنا تقريبا شفتها 33 في بنزات. الوضع فانتاستيك. شواطئ وأماكن عائلية. كنت أظن إن هذه الأماكن هي كل شيء، إلا أن بعد قررت أن أبحث عن الأدرينالين. هنا تنقيزات والأكشن هنا، ولا في تنقيزات الناس واجد تنقز هنا؟ وين يصيرون هذول اللي يكتبون؟ تحب على تنقيزك مش بقنطرة. قنطرة. إيه قصدك الجسر هذا اللي أول ما دخلنا بنزار. هذاك هو. رغم الشواطئ الجميلة وسفينة الغراصنة وتاخذك جولة في البحر وناس ينهزون منها، إلا أن هذا الجسر له جو ثاني وناس ثانية في بنزرت. هو الجسر الوحيد حاليا اللي يربط مدينة جرزونة بمدينة بنزرت، وارتفاعه 15 متر. كل الناس اللي هنا والله العظيم اكستريم، يعني ينقزون من هناك فوق الجسر هذا كله. لا. مولي هذا اللي يسمونه جنون، يعني انك تنقز من هنا قريب للانتحار. اعتقد اقدر اروح وانقز من فوق هناك فوق الجسر، بس والله يخوف. طيب كيف الامان لو مرت سفينه ولا شيء؟ هذا حق سفن سفينه. ابغى اعرف في واحد الشعور اللي يحسون فيه وهم ينقزون من فوق، يعني ان شاء الله نروح كرزبيل هناك غير، بس الشعور هنا لما ينقز. قررنا نترك المدينة ونروح لمكان من قبل زرته وحبه كثير، كابسبيل. هنا تبتعد عن المدينة وزحمتها وتوصل لأماكن صخرية خام، وكأن الطبيعة نفسها تكلمني. يا حبيبي عليك انت تتعب حتى توصل للغمة، لكن البحر هايج اليوم هوا كثير. ما ادري لو وصلنا الغمة او المكان اللي احنا بنروح حق التنقيز بيكون فيها فلة الاول ولا لا، بس نشوف. يلا. صفاء البحر وبعدك عن الخطر، بلا سفن بلا مخاطر، يخليك تعيد النظر وما تخاف تنزل، وما تخاف انك تنقز منه.
لكن الصخور رفيعة والله. ويا حبيب اخيرا وصلنا منطقه وادي الخرزبين، منطقه روعه عن جد روعه. نزلنا فيها الحين تمر الحياه، عانينا واحنا جايين لكنها وورث. واذا انتم وصلتوا معي لين هنا هذا الفيديو تسوي انك تشترك بالقناه، تعطيها ثامز اب لانه جاي اكشن سيارات معاك. ليتس جو. والله بطل المكان روعة وهذا بطل. ما طلعت من ماي البحر أدركت شيء مهم. القفزات ما كانت مجرد مغامرة، كانت تحرير للنفس من الخوف، تخليك تشوف البحر بعينين مختلفتين تماما. وأعتقد أن هذا السر اللي يخليني أحب أرجع تونس دايم، مو بس لجمالها بس لأجل اللي تسويه فيني. هرمون السعادة فعلا فل. في حياتنا كثير من الجسور اللي نخاف نعبرها أو نقفز منها. أنا تحديت خوفي اليوم، أنت وش التحدي اللي تتجنبه؟ شاركني في التعليقات. وإذا عجبتك هذه المغامرة لا تنسى الاشتراك في القناة عشان نكتشف مع بعض التحديات الجاية وتصلح سيارات وأشياء جنون. نشوفكم في الفيديو الجديد. يلا سلام، بيس.